لا اليوم راح يكون الموضوع بهدوء أكثر حتى توصل المعلومة بصورة سلسة للغاية. تعرف السلاسة مطلوب مجتمعاتنا هالفترة بكثرة، فكل ما تكون سلس كل ما يكون أحسن. السلاسة هاي ما حد ألعب بيه، سلاسة 4 يعني كيفك شنو اللي يرهم لك لبس. واحدة من الجمل اللي منتشرة حاليا بين الأوساط الشبابية واللي من شأنها طيحان حظ المجتمع ورجعه إلى الهاوية بدون مري، هي جملة صغيرة بس هي تأثيرها كلش كبير على المستقبل. أكيد أنت بالعراق، لكن هو أنت بالعراق العظيم شو ما تريد ترهم رهم عادي ترهم. شوف خلي ببالك أنت بالعراق شو تريد يصير، شو تريد يرهم. وهاي جملة من شأنها تغيير العالم العراقي. تبقي الألوان تشيل الله أكبر تخلي الله كريم، وإيد هيك بصف الله كريم هيك مسوي راح. لأنه يعني الجملة هاي معناها شنو؟ معناها حيثما شئت أينما شئت كيفما شئت، الشئت إحنا وياك ما نقول لا. يعني مثلا عندك على سبيل المثال أنا الأمور كلها بعد تنحل بالحب، حب وعشق ووئام هيك. ويا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك منام الليل لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني الكلام بقي الحمد لله شكرا. الحد الآن عزيزي المواطن العراق ما منتشر به ثقافة البطاقة البنكية اللي هي شنو؟ تشتري بطاقة ماستر كارد، كي كارد، ماستر كارد، ميسي كارد، شوف شنو عندهم تروح تستخدمها بكل دول العالم. يعني ماستر كارد عالمية تتسوق من عندها هنا، تتبضع من عندها، تشتري شيء من عندها، ماكو حاجة. حد لا لازم تتعامل ويا شخص تعطيه 10,000. وجت فترة 10 والخمسة تزورت أخوهم الصغير ما خلوا له مجال، كانوا يطول يدس يفصلون الفيشة. هاي شنو زعلتاني إلا أقول لأمي أروح أزور للف وحدي. المهم لزموك بقونا بس الربع سيادتك لأن النيلي يعني يرهم على كل شيء فبقونا إياه. المهم لزموا كلهم كل ما تتعامل واحد تعطيه 10,000 يعرضها بالشمس يضربها سونار، بحيث الحسن بن الهيثم على 10,000 قفاه قسب. تتعامل ويا شخص الحد الآن تنطيه فلوس، الحد الآن احنا عندنا نمط الدفع الكاش، تعطيه 10,000 ضربها بالشمس هيك رفع يده لي فوق راح يمنى اجى يسرى شاف عمامة الحسن بن الهيثم عدله لو لا يخطيه مرسوم. الصورة الوحيدة الحسن بن الهيثم على 10,000 مالتنا طلع بها اسمر زايد. من هاي الطريقة مال لك في التزوير. شاف عمامته عدله جاي يمنى شوية العمامة اوكي استوى القفة اقلب على الوجه راح منا اجى منا هيك شاف الوضعية. يعني لازم الصلصة تاخذ نار، هو دا يقسبها هسه ما نشوفها مزولة حسب التوصيات مال الكتاب الأخضر الموجود على أي كاونتر. سيادتش معاليك يعني هاي هم الرسالة حب أوجهها لك، ارجعي للكتاب الأخضر. هذا الكتاب الأخضر أكله طيب. عوف اليوتيوب شوربة العدس لا تطرقيها، شوربة العدس طيبة بحبها ماكو داعي. هاي ترى طرق دخيلة علينا إحنا كعرب، لا تطرقين شوربة العدس ترى رجل يحبها بحبها سوي لها أحسن ما ياكلها مطروقة مغيرج. من أزاقل رجع 10,000 طبعا بعد السونار والنظريات والكذا وسوى له ناظور حسن بن الهيثم رجع شكو صاير حج الله بالخير. حسن بن الهيثم شو كنت محددين لحيته بال10,000 عمها مزورة. المزور منه كان حلاق ابو موس ذاك يعني زين عندي 5 سنين انطيك باع اللغوه جيب ال5 عرضها بالشمس. الشلال قال لي علي بيك ها خير دا تنقط انت ما يعني تريد تخلي 5,000 كاك انا يعني بكيفك بس فضني دا اخذ غراضي واروح استلم الفلوس عاد. تفضل حجي مزوره شلال ما بيز بيدي فوقها قال لي علي بيك بعد وانا حصله حد ما قمت تستحي من تفوت على محل بلا زحمه تتعامل ببطاقات البنكيه. تعمل بطاقات عمتي عيب رحمه لوالديك رجال كفرك وينك وانا السوالف بعد بيك حيله هاي الامور والله عمي. لا مو فياجرا بطاقات بنكيه بطاقات يا عمي استغفر الله يعيدها لنا. تقول لي ترى بس ولد العشائر يعرفون هذا المنطق اللي تحكي بيه شنو والله العظيم. طيني 1,500 انا احب الكاش. تصدف ال500 مشققه لو ملزوقه هيك صاير بها عوز مناعي مضروبه ايدز ال500 رحمه لبيك ما تبدل لها ترى بالمحل ترى انا هنا موظف والله انا مو ترى يعني المال مو مالي بدل لي هاي ال500 رحمه لوالدك ترى تحاسب عليها بالقران. 500 ابيك 1000 وفوق ابوك. هذا منطق بعد منطق المال يعني بالمحلات العراقيه. تسال على السبب يقول لك انت بالعراق عم يقول يا الله هي الفلوس تلزمها بيدك تنباك انه بتروح على بطاقات بنكيه وفلوس بالبنك واروح استلم وكل نص من العراقيين عندهم هاي السالفه ما ظلمها على قولة اي بي بي موجوده هسه تعرف هاي نشفها للشاط ظلمها بعد عمي فلوس بيدك وشنو احنا ما هيك كله بهذا الاسلوب. فاحنا الحد الان نتعامل في شيء اسمه كاش بدنا نتوجه على الكي كارد ولا على الماستر كارد ولا نروح على موضوع الميسي كارد اللي مطلوب حاليا حديث ماكو ايش لعبه يابا ليش عمي انت بالعراق انت بالعراق العظيم مالك هاي السالفه. صار بازدحام بوحده من التقاطعات عندك تقاطع درويش تظل بيه تقريبا 3 سنين 3 سنين ونص
بعد هناك من تفوت على تقاطع درويش راح تلقى واحد يسوي لك ضمان اجتماعي، لانه راح تحسب لك خدمه، لانه هوايه عندك تقاطع درويش والبداله تقاطع الجادريه. تقاطع الجادريه هاي اكو ناس طبوا عمرهم 15 16 سنه بهذا الزحام، طلعوا الصباح هم مؤدبين رايحين دوامهم وشغلهم، ما رجعوا عمرهم 45 46 سنه. يعني تقاطع درويش مو الثقب الاسود، لا الصره السوداء. سائق فقد المدعو فلان بن فلان في تقاطع درويش بين قوسين الصرة السوداء، فقد الاتصال به في 5 نوفمبر عام 1900 وهيج، لحد لا ما طلعوا. اجى هسه ابو تاكسي مركب سائح وياه. تخيل بالقرآن يجينا سائح، تخيل يجينا سائح وشوف ما عندنا نظام ترافيك لايتات، بالله الكريم وحق هاي النية ودع جهالي هيج. يسألك والله ليش ما عندك نظام ترافيك لايت؟ شلون هذا؟ ذكرني بموقف من كنا بعدنا صغار، يجيك ابوك ابني ليش ما تعرف الرئيس 38 لدولة السلفادور الحقيقة؟ بس فهمني ليش؟ مو عيب؟ وقفك واحد بالشارع وقال لك شنو رئيس 38 دولة السلفادور شو اسمه؟ انا بس افتهم هذا الفارق كان اللي دا يتمشى ما عنده بيت ما عنده شغل يتمشى ويسال العالم اللي هو يدري بيهم ما يعرفون لو شنو بالضبط من رئيس 38 دولة السلفادور؟ ضاع. شوف مو هو انا الضمير اللي امشي، فراح اظل انبك لو سامع كلمه ابوك كان اسمي بقيت بموقف محرج امامي. وروح عرفني من رئيس حمدات. يلا راح اجيك بعدين هيك كله. الجواب راح يكون عباره عن ما يصير احنا عندنا نظام ترافيك لايت بالعراق، ما محبب. احنا كعرب ما يصير بناتنا يشوفوا نظام ترافيك لايت احمر واصفر واخضر كل هالالوان مال اغراء، صعب. ترى هي الغيره استاد بس بقى الغيره قطره اذا انشأت تشبقها بالانسان انعال. ما صعب احنا نظام ترافيك لايت ما يصير عندنا لان احنا بالعراق عايشين. فما هذا الموضوع ارجوك انه لفت حوالين مرتلوخ لان الموضوع محرج. طبعا هاي لو انت ما دايس بساطي كان ما ادري ايش تسوي بتبيك فهمت لو لا. شوف هذا الموضوع الوقت هو الزمن يحل هيك. انت بالعراق شنو نظام ترافيك لايت؟ شنو بطاقات بنكيه؟ شنو واحد يمشي مثلا وتريد يذب الزبل مالته بالحاويه المخصصه؟ وين انت؟ بتغير بالعراق انت هيك كله ما يبدا. ايش قد حاولنا والله هاي الترافيك لايتات منصوبه بس كهرباء ما كلهن. بوقتها ابو المولد عاند ما انطانا 10 امبيرات، يعني بوقتها اللون الاحمر يسحب زايد. شفت بالله عليه بالله عليك شفت بالله هاي الوضعيه شلون. فهي هاي الجمله مال انت بالعراق للاسف رجعتنا مليار سنه لورا. المشكله انه بعض الشباب يستخدموها في حين انه بعض الشباب ذولا هم اللي يقدرون يسوون شيء، بس اليأس واللي يشوفوه ده يصير هي هاي اللي خربت كل شيء. يعني انت بالعراق كل شيء ما يصير لان انت بالعراق.